بسم الله. ان شاء الله الفيديو ده هيكون عن طريقتي في المذاكرة وازاي بحقق اقصى استفادة ممكنة من اليوم بتاعي. الفيديو ضمن سلسلة اوبسيديان اللي بدأناها وعرفنا الاساسيات اللي بناخد بيها النوتس في اوبسيديان. الفيديو ده مش شرط اساسي خالص انك تكون عارف اوبسيديان، لكن ممكن تنفذ الطريقة دي في اي شيء تاني، على الورق، على على النوشن، على اي شيء. زي ما قلت، مش مهم الاداة، المهم المايند سيت اللي هتعمل الشغل بتاعها وبس. قبل ما ابدا، عايز بس اقول حاجه، ان دي طريقتي الخاصه، ممكن تنفع مع فلان وفلان وفلان وما تنفعش مع فلان، فما تعتمدش الطريقه دي انها هي اخر طريقه، لكن انا مجرد بشارك التجربه لعل وعسى تنفع حد. فباذن الله خلال الفيديو ده هنبدا من اول ازاي بننظم حياتنا، ازاي بننظم يومنا، ازاي بنذاكر، لان طريقه المذاكره مرتبطه قوي 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 بطريقه تنظيم حياتك، اللي هو انا لو عارف هعمل ايه في حياتي ويومي انا هعرف اذاكر ازاي. خلاص، هناخد مثال بسيط لاكزامبل، مثلا ان شاب او شابه جونيور ديفلوبر واختار مثلا ان هو يتعلم فول ستاك. مش هنزعل الديفلوبرز مننا، لا فرونت اند ولا باك اند. وقال لك مثلا الهدف بتاعه ان هو عايز ينهي الكورس ده، عايز يجيب شغلانه، عايز يظبط النوم بتاعه ويبقى ينام كويس. طيب، في حاجات بتقطعه زي التيك توك، زي الجيمنج، الاقتراحات اللي هي فجأة كده انا ذاكرت ربع ساعة انا كافئ نفسي 6 ساعات راحة. وكمان هو عايز يعمل حاجة شخصية ليه، ان هو يعمل بيرسونال بروجكت ليه. فانا بالتالي عندي طريقة لذيذة ازاي اصلا اقسم الحياة بتاعتي. عموما انا خلاص قررت ابقى فول ستاك ديفلوبر، فبمشي بطريقة اللي اسمها الموسكو ميثود. هي عبارة عن 4 حاجات كده: الماست والشود والكود والوانت. الماست الحاجات اللي هي الأساسية اللي أنا المفروض هعملها بشكل يومي. الحاجات مثلا في الماست عندي زي اول حاجه هاخد الكورس ده، بذاكر الكورس، ابني البروجكت بتاعي، اظبط النوم بتاعي، اقطع شويه من التيك توك، احصل على وظيفه، هقدم كل اسبوع على وظيفه. عشان اقدم على وظيفه محتاج اظبط اللينكدين بتاعي، اخلي الجيت هاب بتاعي كويس وعليه شغل، محتاج ابراكتس على الانترفيو، الموك اب انترفيوز، احل المسائل. علشان صحتي برضو محتاج امشي ربع ساعه، نص ساعه، اروح الجيم، احاول اخد بالي برضو من الوقت المهدر. عايز اتعلم شويه في الديزاين، اجوين في هاكاثون، اعمل علاقات برضو من هناك واشارك وكده، والاكتيفيتيز الحلوه دي، بودكاست للديفلوبرز. عايز بقى اشارك النولج بتاعتي. وفي الوانت مثلا ان انا اتعلم الاي اي تولز حالا، اللي هو مثلا لسه هقول يا هادي واتعلم كور بتاع التراك بتاعي، اروح متعلم اي اي تول. او مثلا ابدا في كورس تاني وانا في الكورس الاساسي بتاعي بنذاكر نود جي اس، سوري بقى، انا هبدا في كورس تاني بيشرح نود جي اس اجمد من الكورس اللي انا فيه دلوقتي. او اقارن نفسي بالاخرين، اقعد اظبط في السي في بتاعي وعايز يبقى شكله اجمد ومن غير مشاريع. او ان انا اشتري كورسات هي مفيده وكل حاجه، لكن انا مش بخلصها واركنها جنب غيرها جنب غيرها. فبالتالي انا قسمتها بالشكل ده: الماست الحاجات اللي هي اساسي نعملها، الشود الحاجات اللي احنا لازم نطور منها، الكود انا عندي وقت فاضي ساعتها اقدر بقى اسمع بودكاست، شارك مثلا حاجه على لينكدين، حاجات ما نعملهاش قاطعا، ما اعملش السي في وانا فاضي، ما عنديش بروجكتات، ما اقعدش اقارن نفسي بالناس التانيه. ازاي بطبق الحاجات دي في التاسكات؟ اول حاجه في اليوم بتاعي بيبدا مثلا انا هقول والله انا هذاكر ساعتين النهارده، وهنشوف ده عملي ازاي، وهبني مثلا البروجكت بتاعي في ساعه مثلا، واقدم على شغلانه، وهقطع من وقت التيك توك اكتر من نص ساعه. الماست دي لازم تخلص الاول، بعد كده ابدا ابص بقى على الشود. خلصتهم ابدا ابص بقى والله انا عندي ايه، عندي بودكاست ابص عليه، عايز اظبط حاجه، عايز اقرا كتاب مثلا. الحاجات دي طبعا اللي هي الاخيره دي الوانت دي ما بنحطهاش في اليوم بتاعنا. الكود انا بقيس اليوم بتاعي، اليوم بتاعي محدود، هو اليوم 24 ساعه. ال 24 ساعه مش دايما متاحه ال 24 ساعه. بيبقى مثلا انا عارف يومي ماشي ازاي، من يومي مثلا 6 ساعات فاضيين، منهم اصلا 2 مثلا هنا، ومنهم ساعة هنا، ومنهم مثلا ساعة هنا، مثلا بقول مثلا، فعندي مثلا 3 ساعات، واختار من هنا مثلا كمان ساعتين مثلا او حاجة. فانا اللي بقدر مثلا، فاقول والله انا مثلا خدت من الماوس دي 3 ساعات، ومن دي ساعتين، ممكن اقدر اعمل من هنا مثلا حاجة واحدة، ممكن اقرا مثلا كتاب بس النهارده مثلا. حلو. فنفترض ان احنا ظبطنا على الاساس ده، خلاص اروح انا داخل عامل التاسكات بتاعتي. ليه التقسيمه دي؟ عشان ما ينفعش ابقى مثلا بذاكر في بايثون وبالليل بي اتش بي والصبح نود جي اس وتالت يوم بذاكر سايبر سيكيورتي. لا، انا محدد الهدف، انا ايه التايتل بتاعي، ايه الحاله بتاعتي، ايه انا جونيور ديفلوبر فول ستاك، وهبدا بالباك اند ثم هنتقل للفرونت اند. فحطيت الباك اند اساسي، الفرونت اند
الديزاين، لو قادر اخلص وخلصت اللي ورايا هخش احله. فانا هاجي مثلا هنا واقول بناء على الميثود بتاعتي عندي مثلا في اليوم بتاعي، واللي قلنا اللي هو 6 ساعات فاضيين بس، طبعا يعني غير الاهل والصحبه الحلوه كل الحاجات دي بنديها وقتها طبعا، بيكتب بين قوسين. بس اهم حاجه لما مش بنعمل كده بنحاول 3 حاجات اساسيه بالنسبه لي مهمين قوي. توب بالنسبه لي الاستادي مثلا، اشتغل على البروجكت بتاعي، اعمل ابديت مثلا بوست في لينكدين. التاسكات بتاعتي احطها ازاي؟ احنا هنذاكر بايثون مثلا المشطشطه المولعه لمده ساعتين، واخد نوتس واخلي مثلا البربرتي بتاعتها دي هتكون هاي. بعد كده انا مثلا هشتغل على البروجكت بتاعي ساعه مثلا، واقول مثلا ان انا هقدم على شغلانه وبرده دي مثلا البربرتيز بتاعتها هاي وكده، خلاص انا عارف ان دي هاي دي هاي، دي حاجه هاي بالنسبه لي، فممكن احطها هاي وممكن ما احطهاش، مش فارقه يعني، انا بس بظبط الشعبولي العمليه واكتر. اقطع تيك توك مثلا المده دي، ودي برضو مثلا بالنسبه لي حاجه هاي لانها بتشتتني عن الهدف الاساسي بتاعي. وقررت مثلا كمان ان انا هابديت اللينكدين بوست بتاعي ونخلي دي مثلا ايه، دي بتاعتها هي هاي، دي مثلا دي هايست قوي، دي هاي عادي. ولو قدرت مثلا ان انا اقرا من 5 ل 10 صفحات مثلا في مثلا في كتاب كلين كود مثلا، ودي مثلا دي حاجه خليها لو يعني بالنسبه لي في اليوم ده لو، لو قدرت عملتها، ما قدرتش خلاص. مش شرط اليوم بتاعي يكون مثلا ماشي بنفس الترتيب ده، يعني في حاجات مثلا بالنسبه لي ان انا ممكن اقدم على شغل النهارده مش حاجه هاي مثلا في اليوم ده مش هاي، لكن هي في العام هي هاي. باختصار انا مثلا ده اليوم بتاعي، ده التاسكات بتاعتي، هنقول مثلا ان انا هذاكر بايثون لمده ساعتين. طب اذاكرها ازاي؟ دلوقتي انا قدامي البايثون فيها محتويات كتير، اوبجكت اورينتد بروجرامنج، ده ستراكشر، فانكشن، فاريبلز، فبختار حاجه سبيسيفيك وامشي عليها. يعني ما ينفعش مثلا اقول بايثون بس واسيبها عايمه هتفتح معايا في كل حاجه، فبخليني سبيسيفيك في اختيار التاسك اللي جوه التاسك. في حاله ان انا هذاكر التاسك ده لاول مره، هفترض ان دي دماغي، مع كامل احترامي لدماغي، دماغي اول مره تستوعب الموضوع، فابدا اهيئ لها الموضوع. فعادي انك ما تستوعبيش من اول مره، عادي ما تستوعبيش من تاني مره، عادي لو من تالت مره برضو الموضوع ما جاش، فعادي برضو، وخليني هين على نفسي. فانا خلاص اخترت ان انا هاخد الموضوع لاول مره، ابدا ابص على فيديوهات زي مثلا اخترت فيديو زي ده الباشمهندس اسامه الزيرو، وبدات اتفرج على الفيديو بالكامل اول مره خالص. فانا مش مضطر اول مره ان انا امسك الفيديو انا ماستر، لا، اسيبه زي مسلسل شغال قدامي، ونفترض جدلا ان احنا خلصنا الفيديو، طلعت مثلا بفهم مثلا منه ب 40%، لذيذ قوي. طب طلعت ب 30، جميل. طلعت ب 20 بس، والله ما مش وحش برضه. المهم ان انا اطلع باستفاده وفهم من الفيديو. دي اول مره بشوف فيها الفيديو. تاني مره لو انا استوعبته من اول مره بنسبه 40% او 50%، فده كافي جدا. هندخل على المرحله الثانيه، ما استوعبتوش قوي ولسه الموضوع مش واضح مش مركز، هشوفه تاني مره برضه زي المسلسل كده بهدوء لحد ما استوعب الموضوع لنسبه 40% او 30% مثلا. تاني مره ابدا يبقى انا خلاص بقى عندي شويه نوليدج، عندي باك جراوند عن الموضوع ده، ابدا ادخل على الفيديو تاني، بس معايا الادوات بتاعتي اللي هي سواء القلم والورقه، الاوبسيديان، معايا النوشن، ايا كان التول اللي هاخد بيها النوتس تكون جاهزه معايا. في حالتي بقسم النوتس لثلاثه. اول حاجه الفليتنج نوتس، اللي هي الحاجات اللي بتيجي في خواطري كده، لمحت نقطه لمعت في دماغي فكتبتها، قاعد مثلا باكل فجات لي فكره ناحيه الموضوع بتاع الفايل انبوت اوتبوت اللي انا بذاكره من الاول ده، فاكتبها بسرعه قبل ما تطير مني. التانية دي انا بشوف اسامه الزيرو اتكلم عن موضوع ما، وخدت انا اقتبست من كلامه وعلى حسب ما فهمت منه الموضوع وكتبته كده تقريبا زي ما هو، او على حسب ما فهمته من اسامه الزيرو. الحاجات دي انا باخد دي واخد كمان دي مع بعضيهم كده واحطهم في البيرمننت نوتس، بطلع منهم بافكار، يعني عندي افكار متنطوره هنا وافكار متنطوره هنا، بحطهم في الاخر في البيرمننت نوتس. فافترض مثلا ان انا شفت الفيديو ده مثلا وخدت عليه الفليتنج نوتس مثلا، وهقول خدت النوتس بتاعتي بالشكل ده. في الايرور هاندلنج مثلا لو الملف مش موجود لازم نعمل مثلا تراي واكسبت، وكاتش مثلا بفايل نوت فاوند ايرور مثلا. وخدت مثلا في الجزء بتاع الفايل انبوت اوتبوت بيزكس مثلا ان انا باوبن. بعد كده مثلا في المودز مثلا عندي الريد والرايت والابند والبتاعت الباينري دي، واخد النوتس دي الخواطر اللي جات لي، الحاجات اللي انا لقطتها كده وهي طايره لمحتها كده كتبتها سريعا. دي مثلا البروسيسنج مثلا، وكتبت لها فين في الحاجات الخواطر اللي جات لي وانا بذاكر او لقطتها وانا بذاكر الجزء ده، وهنشوفها في الفايلات برضه عامله ازاي. شفت مثلا باشمهندس اسامه الزيرو مثلا بيتكلم في موضوع مثلا البروسيسنج لارج فايل مثلا ده،
وقعدت ايه خدت اقتبست من كلامه الجزء ده، مثلا هو على حسب ما فهمته منه هو قال كذا كذا، ورحت انا مقتبسه بالطريقه دي. او هنا مثلا وعملت منه موضوع، يعني في موضوع بتكلم فيه مثلا، بيبقى مطلوب مني بقى في النهايه انا بعد ما خدت فهمي للمواضيع دي كلها ابدا اخد نوتس نهائيه بالشكل ده، وهلاقيها مرتبطه ببعضها. يعني هلاقي الفايل ده مثلا اللي هو بتاع الفايل اي او مرتبط باللارج فايل، مثلا الفايل الهاندلنج فايل مرتبط بالفايل اي او، فتلاقي فيه ربط بالمواضيع وبعضها. امتى باخد النوتس النهائيه الدايمه دي؟ في حاله ان انا فهمت الموضوع اصلا وطبقت عليه وعملت كل حاجه. في الحاله دي ابدا انا باخد بيرمننت نوتس عشان اطلع بيها بمقاله مثلا، اطلع بيها مثلا في شرح شيء. ده مثلا شكل الفليتنج نوتس مثلا اللي انا خدته في الايرور هاندلنج. انا ممكن اي حاجه جات لي بقى ابدا اكتب مثلا سي اكس مثلا خدت كذا مثلا نوت، فليتنج جات لي خاطره مثلا، فهمت حاجه لقطت حاجه كتبتها بسرعه قبل ما انساها، وهكذا. دي فكره الايه الفليتنج. وفي كل موضوع بقى بعمل له فايل لوحده، ادخل بقى النوتس دي مثلا فهمت من اسامه الزيرو مثلا ان احنا مثلا الفايل بنشتغل عليه بالطريقه كذا 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 كذا، وممكن يكون الموضوع اكتر من نقطه. فمثلا تلاقي موضوع مثلا وده موضوع وده وكل الحاجات اللي انا خدتها مثلا من الفيديو في الجزء ده موجودة هنا. بعد كده خلاص انا ذاكرت الحاجات دي وخدت النوتس بتاعتي، وخلاص اجي مثلا في نهاية الاسبوع بتاعي، خلاص بعد ما اسبوعين مثلا انا ذاكرت الموضوع قفلته طبقت عليه، واخدها مثلا بالشكل ده، وتبقى الفايلات مربوطة ببعضها. يعني لما يروح هنا يقول له ده مثلا ده ريليتد بكذا، وكل فايل هو موضوع واحد بس، نقطة واحدة بس. مثلا الفايل هاندلنج لللارج فايل بالشكل ده، مثلا related بالايرور هاندلنج بتعمل ازاي بالطريقة دي مثلا، وهكذا. دي فكرة الايه الديجيتال كاستن. الله اعلم بقولها صح ولا غلط. انا هسيب في الديسكريبشن برضو شرح للموضوع ده ازاي تاخد نوتس كويسه. الحاله التانية وهي قريبه قوي من الحاله الاولانيه دي، هي بس الفكره بيكون انا هنا في الحاله دي انا عندي النولج فعليا اللي هي سي 40% او 50% من الموضوع، لكن انا مش عارف اروح فين واجي منين. فكره في الاولانيه ان انا بس الحته دي ان انا بمهد الدنيا لنفسي ان الموضوع اول مره وجديد، لكن في الحالة دي هو اوريدي انا عندي النولج ال 40% او 50%، بطبق او بذاكر حاجة جديدة او بذاكر حاجة قديمة فباخد نوتس عليها مش اكتر. الحالة المستعصية والاكثر اثارة على الاطلاق اللي هي ماستر ات. الله انا عايزة ماستر بقى. ودي في حالة بيكون عندنا وهم المعرفة بشكل مبالغ فيه، اللي هو انا بذاكر كل يوم object oriented programming مثلا، بذاكر كل يوم عن السوشيال ميديا مثلا في الماركتنج مثلا، بذاكر كل يوم عن ثغرة اكس اس اس مثلا، ايا كان مجالي. فانا بذاكر كل يوم نفس الموضوع بذاكره كل يوم، فبقى عندي وهم ان انا عارف الموضوع ده وانا معرفوش مش فاهم. يعني انا دلوقتي ذاكرت مثلا الاوبسيديان مثلا، حلو خليني في اوبسيديان. ذاكرت اوبسيديان، شفت 7000 فيديو لاوبسيديان، انا عارف كل حاجه في اوبسيديان بتعمل ايه، ده انا حافظ. جربت؟ لا. فتلاقي نفسك عندك حشو معلومات انت ما تعرفش تطلع منها معلومه واحده، انت دماغك اتحشرت معلومات. لكن لو قلت لك طلع لي معلومه واشرحها لي من اللي انت فاهمها دي واللي انت استوعبتها دي، انت مش تقدر تشرحها لسبب وجيه انك انت ما طبقتش المعلومه دي، ما نفذتهاش بايدك، ما جربتش تطبق عليها خالص، فبقى عندك وهم معرفه. فلذلك في الحاله دي انت هتضطر تذاكر لكن بالطريقه متشقلبه شويه، واللي هي انت لازم تتعلم انك تطبق تغلط. يعني اللي هي حته اللي عنده وهم معرفه دي احيانا بيبقى خايف يغلط، اللي هو بيقع في ان انا ادور على كورسات وادور على توتوريال هيلب وادور. طب جربت تطبق؟ لا. فلازم تغلط، لازم تتعلم تغلط، لازم ما تخافش تغلط، لازم تجرب بايدك. طيب ايه ممكن يساعدني وانا بطبق؟ يعني هنفترض مثلا ان انا بحل مسألة، هعملها ازاي بالطريقة دي؟ انا هروح كده على الورقة وقلم، على نوشن، على اوبسيديان، على اي حاجة، على درو اي او، على ميرور، اي حاجة، امسك واشخبط اطلع كل الافكار في الاول خالص، مرة في التانية عادي، لحد ما تيجي معاك تتعود انك تعرف تفكر. لو مش بتعرف تفكر، عندي مشروع كبير، قسم الاستراكشر بتاعه، قسمه، ما تاخدش الموضوع كتلة على بعضها، حاول انك تشخبط على قد ما تقدر في الاول. لو انت عندك وهم المعرفة ده، لا، فلازم تشخبط، لازم تغلط،
لازم تجرب تقسم الموضوع. حاول لو الموضوع مثلا كبير قوي، او افترض مثلا ان احنا هنعمل بروجكت مثلا، بروجكت، قسمه سبرنتات: سبرنت 0، سبرنت 1، سبرنت 2، سبرنت 3. هعمل مثلا ايه؟ اليوزر ستوري مثلا، هاخد حاجه بسيطه واحده كده اشتغل بيها، بس هي دي احاول اغلط فيها على قد ما اقدر واجرب. فالموضوع تقسمه واحده واحده، واهم حاجه وانت بتجرب وبتطبق انك تاخد نوتس فعليه، تاخد نوتس بالطريقه اللي احنا قلناها برضو، اللي هي فليتنج نوتس، وثم بعد ذلك التانية دي عشان مش عارف انطقها بصراحه، بعد كده بيرمننت نوتس. فدي كانت كل الفكره في طريقه المذاكره. حاجه اخيره برضو بتسهل الدنيا شويه، حته المايند ماب، ان انا مثلا يبقى عندي مين، موضوع كده المين بتاعي متفرع مثلا منه مواضيع تانية، بتفرق قوي قوي. بيبقى انا عندي كده صورة واضحة قدامي. دي طريقة ممكن اذاكر بيها برضو، تساعدني في المذاكرة، بتساعدني بصراحة في تجميع بعض المواضيع وكده. كده يكون انتهى الفيديو، ودي مجرد تجربة، مشاركة تجربة مش اكتر. انا مش اشطر حد في الدنيا، ولا انا قدوة، ولا في حد فينا كويس 100% انه يتاخد قدوة. كلنا بنحاول. انا عن نفسي بنقل تجربتي، مش بشارك علم، بالعكس انا بنقل تجربة، انا مجرد انسان بسيط بس. ونتنساش من دعواتكم ودعوة اخواتنا في غزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.